سيد شحادة، كما استمعنا من عزة الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس يقول هذه جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية. ماذا تقول شريف شحادة بعد قصف مخيم اللاجئين الفلسطينيين بطائرات ميغ سورية؟ أولا مساء الخير لك ومساء الخير السادة المشاهدين. السؤال الذي يجب أن يطرح هل كان وضع المخيم سابقا أفضل أم حاليا أفضل؟ القوات السورية تعاملت مع مجموعات مسلحة وليست مجموعات مدنية، مجموعات مسلحة دخلت إلى قلب مخيم اليرموك الذي يقطنه السوريون كما يقطنه الفلسطينيون. نعم، هو تعاملت بطائرات ميغ. لا، أولا دعني أوضح لك الأمر. كانت المجموعات المسلحة تقف في منطقة تسمى الحجر الأسود ما بعد نهاية اليرموك، وبالتالي فإن القصف كان على هذه القوات التي كانت تحاول الدخول إلى مخيم اليرموك. وللعلم فصحيح أن اسمه مخيم اليرموك، لكن يقطن فيه السوريون أكثر مما يقطن فيه الفلسطينيون. بالتالي كان من واجب الحكومة السورية أن تدافع ضد هذه المجموعات المسلحة. حتى الأمس القريب كان هذا المخيم آمنا، الناس تأكل وتشرب وتتاجر ولا شيء فيه أي مشكلة. الأمس عند الساعة 2 ليلا دخلت هذه المجموعات إلى قلب مخيم اليرموك وهددت وقامت بالقصف والضرب على جميع أبناء المخيم. لماذا لا نقول إن سبب المشكلة الآن هي المجموعات التي ما إن دخلت إلى مكان إلا وعاثت فيه فسادا؟ فلماذا تريد أن تحرم الدولة السورية من حقوقها في الدفاع عن مواطنيها ضد مجموعات إرهابية الدفاع عن حقوقها وليس خلط أوراق على حساب أهالي المخيمات، يعني كما قال قبل قليل عزة الرشق. نحن لا نريد، دقيقة، نحن لا نريد لا نخلط أوراق ولا غيرها. لا يهمنا خلط الأوراق لسبب بسيط، أننا لا نتاجر كغيرنا بالقضية الفلسطينية، فتارة نرتمي بحضن سوريا، وتارة نرتمي بحضن السعودية، وتارة نرتمي بحضن قطر، وتارة نرتمي بحضن تركيا. من يتاجر بالقضية فليفتح أوراق القضية وليبحث عن نفسه من يتاجر. أنا سمعت أن ياسر عبد ربه أيضا يصف النظام السوري بالمجرم، وأنا أعتقد أن وزيرة الخارجية الليبي قالت إن على ياسر عبد ربه أن يصمت أو أن أفضحه أمام شاشات التلفزة. فالذي يضاجع امرأة وزيرة خارجية، طيب خلينا في موضع المخيم. يعني أنا أقول لك بصراحة سيد شريف شحادة، يعني لا يمكن لك الدفاع عن قصف مخيم للاجئين أيا كان في أي بلد في العالم. يعني هذه تعتبر وصمة عار بالدرجة الأولى، ولا يتم التعامل معها بهذه الطريقة، بطريقة طائرات ميغ. شريف شحادة، سيد شريف، الآن هناك انشقاقات كما سمعنا. هل سيبقى النظام يعني ينظر إلى هذه الانشقاقات على اعتبار أنهم هؤلاء الذين انشقوا أيضا من المتمردين أو الشبيحة كما يسمونهم في سوريا؟ دعني أوضح. أولا، سوريا لا يمكن أن تقصف أخوتنا الفلسطينيين، وسوريا قدمت للفلسطينيين عندما كان الآخرون يتنازلون عن حقوق الفلسطينيين. أما موضوع الانشقاقات وموضوع غيره، يعني هذه أسطوانة سمعناها منذ اللحظة الأولى للأزمة. طيب يا سيد شحادة، طيب من قصف المخيم؟ نعم. قل لي يعني هل قصف من السماء هكذا؟ يعني كن صريحين يا أخي. كفي يا شريف شحادة، الأمور الآن استوت، كل شيء أصبح واضح للعيان، الكاميرات تصور. يا صديقي الكريم، لا يمكن لك أن تلغي حقيقة الآن مصورة. قصف بطائرات ميغ لمخيم يا شريف. يا حبيبي اسمعني ماذا أقول. أنتم تقولون أن هناك مجموعات وميليشيات وغيرها موجودة تحرر كما تقولون. هذه المجموعات لديها قاذف هاون، لديها قاذف RPG، لديها كل الأسلحة باعتراف وزارة الدفاع الفرنسية والإنجليزية. فلماذا تريدون أن تبسطوا الأمر عندما يتعلق الأمر بكم، وتريدون أن تكبروا الأمر عندما يتعلق الأمر بالحكومة السورية؟ من حق أي حكومة أن تدافع عن شعبها ضد مجموعات دخلت إلى أراضيها من تركيا ومن لبنان. طيب أنت لم تجاوبني على سؤال. من قصف المخيم؟ هل هي طائرات؟ من أين جاءت هذه الطائرات؟ من إسرائيل؟
ما أدراك طائرات، ما أدراك لا تقول قواذف الهاون التي تقصف في كل مكان في سوريا. لماذا تريدون أن تبعدون الميليشيات الموجودة في سوريا؟ لماذا لا تتحدثون عن حقيقة تنظيم القاعدة ووجوده في سوريا؟ لماذا هذا الغبن في الإعلام ضد سوريا؟ أنا لا أعرف حتى هذه اللحظة، وكأن الجيش العربي السوري على كل حال عزة الرش قال هذه قد تكون جريمة من جرائم الحرب، طائرات تقصف مخيم. فليتحدث عزة الرش سيكون في نهاية الأمر هناك حساب يا سيد شريف شحادي، وستتضح الأمور أكثر. على كل حال شكرا لك شريف شحادي الكاتب والإعلامي متحدثا من دمشق.